سكوتي ده مش خوف، سكوت ده غضب، زعل. انا بجد متضايقه. الدوله بدل ما تدور على مشاكلنا احنا واهتماماتنا، اللي طالع يطالب بعدم البطاله والحريه والعيش والحلاوه. ايه فين مشاكلنا احنا واحتياجاتنا؟ الدوله فين؟ انا تافهه من رابطه التافهون المتحدون. الرابطه دي جديده، احنا اللي عملناها بنفسنا عشان نساعد نفسنا بسبب المجتمع والاهمال الشديد من المجتمع والدوله والناس. وانتي ليه كده؟ ليه بتهملوا مشاكلكم كده في كل حته كده؟ النهارده مواطن من الدار البيضاء الدوله مش عارفه تساعده، بعت لي مشكله بيقول لي انا مش قادر استحمى في الشتاء. الموضوع بسيط وحلوله موجوده. هات بس انت قلم ورقه واكتب معانا، اكتب على الحيطه، اكتب على الموبايل، اكتب على بنت اختك، هات اي حاجه واكتب عليها. السبب بيسموه في العلم ان انت ممكن تكون خايف من المسافه ما بين انت وانت تحت الدش لحد ما توصل للفوطه. المسافه اللي ما بينهم دي ده مرض اسمه الخوف من البعد يا محمود. بالنسبه للحلول، اول حل عامه ده انا مش مرجحها قوي. الحل التاني ده متجرب من ناس كتير جدا واثبتوا كفاءته جوه الدار وبره البيضه. لكلوب كده تلبسه هيدفيك، توصل بيه لحد الحمام، تاخد دش وتطلع زي الفل. حلول قدمناها وساعدت ناس كتير عادي. ليه الدوله بتعمل كده؟ ليه الدوله بتتجاهل كل رغباتنا؟ ليه كده في كل حته كده؟